تحويل الجنسية المصرية لفئة تالتة في دولة الإمارات الحبيبة، وحط قوسين وجاي لك وهشرح لك كل حاجة بالبلدي عشان كلنا نفهم. قبل ما ابتدي، لما الموضوع يوصل ان طلال القحطاني راعي الفتن في الوطن العربي اللي بيغلط في كل الدول العربية، يطلع ياخد الموضوع يروج له ويعمل له إشاعة شماتة في المصريين، احب اقول لك انك انت مش هتنول مننا حاجة، وانك انت مروج شائعات. واسمع القرار بيقول ايه ونص القرار لعل وعسى تفهم قبل ما تطلع تهبد وتبث سمك بين الدول وما بين الشعوب، وانا عارف انك انت ما بتفهمش، والمعلومة حتى لو شربتها لك بمعلقة مش هتفهمها. القرار ده قديم من 2022. الجزء اللي يخص المصريين، اولا القرار ده ما يخصش جنسية بعينها ولا المصريين، ده قرار يخص جميع المنشآت على ارض امارات الخير. هنتكلم في جزئية المصريين. القرار الصحيح ينص بيقول ايه: الشركات التي تعتمد على عمالة مصرية فقط، وركز معايا، ولا تمتثل لنظام الكوتا والتنوع ونسبة التوطين ونظام حماية الأجور WBS، تلقائيا هتتحول من فئة تانية لفئة تالتة. ففي دولة الإمارات أولا أي قانون يطلع وأي قرار يطلع قديم مستقبليا، كل الجنسيات على أرض إمارات الخير تحترم القانون وسمعا وطاعة. زي ما كلنا في بلادنا بنحترم قوانين دولنا، احنا هنا ضيوف على أرض الدولة دي، اللي تقوله احنا ما سمعا وطاعة وفوق دماغنا من فوق، ودي حقيقة. فانت ما تطلعش تزايد، والقانون او القرار او ايا كان يا جماعة، عشان بس الناس اللي عمالة تهبد والموضوع متداول وشائعات في الفاضي، ده يخص جميع المنشآت. انا شايف واحد كده بتاع اقامات حرة صايح عمال يقول لك كلها بقت 3600 وكلها مش عارف ايه، عشان خاطر لما تيجي تعمل عنده اقامة يزود عليك. كل اللي بيحصل او كل اللي هيحصل ثلاثة السبب الرئيسي فيه: تاجر الإقامة الحرة، اللي بيشتري الإقامة الحرة، النصابين. أخطر ثلاثة على كل الجنسيات. أنت كمان اللي بتشتري الإقامة الحرة أنت مشترك معاه. 90% من الشركات اللي بيبيعوا إقامات حرة هيبقوا فئة ثالثة، لا ملتزم بنسبة حماية أجور، لا عنده تنوع، لا عنده توطين، لا عنده أي حاجة. وإحنا اللي بنشتري الإقامات الحرة اللي بنساعد الناس دي إن هي تنصب علينا. حافظ الله الإمارات ومصر بلدي أم الدنيا، ودايما يا رب في خير وأمن وأمان وحب. وتاني، الناس اللي بتدور على شغل أو الناس اللي المنشأة بتاعتها تبقى فئة تالتة، ده موضوع ما يخصكش أنت كراجل موظف، ما يخصكش أنت كعامل مصري، ما يخصكش أنت في شيء. دولة القانون، دولة الإمارات دولة قانون. هنا الإقامة على صاحب العمل. أنت بتروح تشتري إقامة حرة لمنشأة مجهولة، لا تلوم إلا نفسك. الجنسية المصرية مفيش حاجة اسمها ان الجنسية بقت منشأة تالتة، ده قانون يخص كل المنشآت ويخص كل الشركات، في قوانين تتبعها، منشأة اولى تانية تالتة، التزمت حسب التزامك ليك تصنيفك. الله يحفظ الامارات ويحفظ مصر ام الدنيا ويحفظ كل مغترب، واللي ليه اي سؤال يكتبه في التعليقات وانا عناية ليكم. بالتوفيق لكل الناس، ويا رب دايما الامارات بخير والكل بخير على ارض الخير.